آه، معانا على الهاتف الدكتور حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر. دكتور حسين، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. انا بناشد من خلالك بسرعه الشرطه اقتحمي، ما يهمكيش، اقتحمي. الاساتذه بتتضرب، كليه الطب بنات بتستغيث، الاساتذه بتتضرب. الدكتوره صفاء الضبع معاها على التليفون وانا جوه المبنى وكلهم بينضربوا امبارح عشان يحرقوا مدرعتين ويضربوا الشرطه. دكتور حسين، اللي حضرتك بتقوله ده دلوقتي حالا بيحصل في جامعة الأزهر؟ ايوه يا فندم، دلوقتي ما انا من الصبح يا فندم هتلاقي دلوقتي اذا دخلت الشرطه يقولوا الشرطه بتخش ليه؟ واذا قافلين البوابه والطلبه والطالبات مانعين للدخول ومانعين وحابسين الاساتذه جوه وبيضربوا فيهم. انا بقول لوزير الداخليه من عندك اقتحم، ما تخافش. يعني طلبة الإخوان دلوقتي حابسين المدرسين جوه أعضاء هيئة التدريس وبيتم التعدي عليهم؟ بالضرب، امال ايه؟ وقافلين البوابات ومش راضيين يدخلوهم ولا يطلعوهم. رجال الشرطه فين؟ يعني المشهد امبارح اللي حصل ده يخليهم يبقوا موجودين ومتاهبين لتكرار المشهد ده النهارده. ايوه، انا بقول للشرطه من خلالك اقتحمي. الشرطه عامله حساب القانون ومش راضيه تقول اقتحم حرم الجامعه، ولو اقتحمت تقول ازاي اقتحمتي؟ الاساتذه هيموت جوه. انا بقول لك اهو. حضرتك موجود فين دلوقتي يا دكتور حسين؟ كليه الدراسات الانسانيه، كليه التجاره بنات، كل الفرع البنات كله. بالفرح اعملوا معروف، اقتحموا. انا من خلالك بقول لوزير الداخليه اقتحموا وما تخافش، ومفيش حاجه اسمها حرم الجامعه. هم انتهكوا حرم الجامعه وانتهكوا عرض حرم الجامعه. طيب دكتور حسين، يعني احنا بنحاول نجيب حد من وزاره الداخليه دلوقتي. حضرتك قول لي موجود فين دلوقتي حضرتك؟ انا في كليه الطب فرع البنات الان. كليه الطب فرع البنات وبرضه اعمل معروف وجه خطابك لوزير لا، من غير ما اوجه خطاب، انا زملائي بيحاولوا يتواصلوا معاه دلوقتي حالا عشان نخلي قوات الشرطه تتحرك. الدكتور اسامه العبد فين؟ طيب مش هو المنوط انه اتكلمت مع قيادات عندي شرطه يقول لك انا امبارح اما هم حرقوا المدرعات وحرقوا عربات الاساتذه ودخلنا، قالوا وقعدوا الدنيا وقفوا ويقولوا ازاي تخشوا حرم الجامعه وما دلوقتي بيضربوا الاساتذه. طيب هتعمل ايه؟ لازم الشرطه تقتحم. بيضربوهم حاليا مش قادرين، عرباتهم اتكسرت، الدنيا ولعت. طيب دكتور حسين، مش دكتور اسامه العبد المفروض انه يعني معاه ارقام هواتف المسؤولين في الداخليه عشان يطلب منهم الدخول على طول؟ بعد قرار رئيس الوزاره كفت يعني رئيس الجامعه، لان هم قالوا يا شرطه خش بدون اذن رئيس الجامعه في حاله اي اعتداء او في حاله الاعتداء على المنشات الجامعيه ومجتمع الجامعه. والاعتداء شغال دلوقتي على المنشات الجامعيه ومجتمع الجامعه اللي هو الطلبه الشرفاء والاساتذه الشرفاء والعاملين وبنضرب كله. اعمل معروف. لا حالا يا دكتور حسين. طيب يا جماعه، وصلتوا لحد في الداخليه؟ اللواء هاني، اللواء محمد ابراهيم، ولا اللواء عبد الفتاح عثمان؟ طيب يا جماعه، ارجو يعني احنا زملائنا بيحاولوا، بس اتمنى من كل اللي ليه صله بوزاره الداخليه دلوقتي انه يتحرك سريعا ويكون في تواصل مع اللواء محمد ابراهيم. انا في كل الطب البنات بالذات. حاضر يا دكتور حسين، احنا بنتواصل مع الوزاره والله، وهنحاول فعلا ان احنا يعني اتمنى ان هم يكونوا بيشاهدونا دلوقتي ويكونوا بيتحركوا بسرعه تجاه جامعه الازهر. طيب عرض الحرم حيودي ما عادش حاجه اسمها، والله انا بحترم الحرم، ما عادش حرم، الحرم حيودي عرضه. لا معلش دكتور حسين، ارجو انك تعيد مره ثانيه وتتحدث يعني بالراحه شويه لان الكلام مش واضح. ما اقدرش اتحدث معاك بالراحه. انا مقدر الموقف يا دكتور حسين. اعمل معروف الاول انت وبعدين هتكلم معاك بالراحه بعد كده. انا مقدر الموقف يا دكتور حسين. لا ان شاء الله اتاكد انه رجال الشرطه ووزاره الداخليه هتتحرك دلوقتي. طب في رجال شرطه موجودين خارج الحرم على الاقل يعني متاهبين؟ ودفعت معاهم مش قادرين يخشوا الا بالامر. منتظرين الامر من مين؟ هو مش في قرار ان هم يتدخلوا لمنع الفوضى والشغب؟ والنبي اتصل بوزير الداخليه دلوقتي قبل ننقذ الناس قبل. صدقني بنتواصل معاه دكتور حسين. الله يبارك لك والله. طيب دكتور حسين، يعني في الكنترول دلوقتي زملائي هيدوا لحضرتك رقم. استحمل لي معلش، المناظر اللي قدامي صعبه.
المناظر قدامي صعبه استحملني. طيب دكتور حسين اطمن، وزارة الداخلية استمعت للاستغاثة دلوقتي وبيتوجهوا دلوقتي لجامعة الأزهر، فأعتقد إنه في خلال دقائق قليلة هتلاقي تدخل من قوات الأمن. خاصه طب البنات. طب البنات تماما، خاصة طب البنات. السيد يعني اللواء محمد إبراهيم كلية طب فرع البنات، يعني الدكتور حسين بيقول إن في أعمال شغب جامدة جدا جوه وعلى صعيد جامعة الأزهر كلها، فأرجو سرعة التحرك من وزارة الداخلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتجنب مزيد من الفوضى. والحقيقة أنا كنت منتظر من وزارة الداخلية إن هي تكون متأهبة يا سيادة اللواء يعني لموقف زي ده النهارده، خصوصا المشهد لسه حاصل امبارح يعني، والمشاهد قدامنا جميعا والناس شافتها يعني. دكتور حسين في لحظات قليلة إن شاء الله هتلاقي وزارة الداخلية يعني موجودة بجانبكم. إله يبارك لك. هنتابع معاك يا دكتور حسين، وفي الكنترول دلوقتي زملائي هيسيبوا رقم تليفونهم مع حضرتك عشان تتواصل معنا برضو نطمن عليك وعلى كل المواطنين المحترمين داخل جامعة الأزهر. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ما تقلقش يا دكتور حسين، احنا معاكم. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ما تقلقش يا دكتور حسين، ربنا يحفظكم يا رب ويحفظ كل المحترمين الموجودين داخل جامعة الأزهر. بنشكر وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، وانتظر يعني لحظات قليلة جدا ونتواصل مع دكتور حسين مرة تانية عشان نطمن انه قوات الشرطة تدخلت وقدرت تتعامل مع الموقف وتسيطر على الأجواء، وتخلصنا من كل الحقيقة يعني الجماعات الإرهابية بقى، طلبة، أي حد في الشارع بيعمل نفس الفوضى والعنف ده. أتمنى ان احنا نخلص منه الحقيقة. فبشكر وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، وانتظر يعني التواصل معهم سريعا عشان نطمن على الأجواء داخل جامعة الأزهر. ربنا يخلصنا يا رب من هذه المشاهد المأساوية اللي كل يوم بتتكرر في جامعة الأزهر، في جامعة أسيوط، في جامعة القاهرة، في عين شمس. كل المشاهد دي للأسف بتتكرر، إنما برضو يعني نكاية في هؤلاء الحاقدين أتمنى يعني أن الكل يفضل مصر كما هو مصر إلى الآن. أعضاء هيئة التدريس، الطلبة المحترمين اللي رايحين يتعلموا، أتمنى أن الدراسة تفضل